أهلا بكم في الحكاية بالبلد. إيه موضوع إيران وإسرائيل والضرب اللي بيحصل اليومين دول؟ الأسبوع اللي فات إسرائيل ضربت إيران وموتت ناس مهمين جدا جوه إيران، يعني علماء، قادة الجيش، منهم قادة الجيش الثوري بتاعهم والجيش فيلق القدس. يعني بيقتلوا الناس اللي ماسكة النظام الإيراني. وترامب طلع من قريب قال احنا عارفين مكان المرشد، ولو عايزين نقتله هنقتله، بس احنا مش هنقتله دلوقتي. تحس ان في حاجه كده في الموضوع كبيره. هي اسرائيل ايه اللي شجعها على كده؟ اول حاجه اسرائيل خلصت على حزب الله، ما عادش ليه حس. طبعا النظام السوري في بشار الاسد هرب وساب الحكم. ف والعراق برضو ضربوا فيها القوات اللي كانت بتدعم بشار، او بمعنى اصح الشيعة. انما اسرائيل لما خلصت حواليها على الضرب اللي كان بيجي لها من البلاد اللي حواليها، ابتدت تتجه لايران. طب هو موضوع ايران مش موضوع سهل ان هي اسرائيل يعني واحد زي نتنياهو تهب في دماغه ان هو يعني ايه يضرب ايران. الكلام ده برضو مش واقعي اكيد. ترامب طبعا ادى نتنياهو ضوء الاخضر بحيث ان هو يقدر يضرب. لان قبليها برضو كان بيوم كان ترامب ومجموعة السبع الكبرى، الدول السبعة الكبرى، كان مجتمعين. وترامب قال على الرعايا الأمريكيين موجودين في إيران يمشوا. وطبعا موضوع زي ده يثبت ان هو كان عارف ان نتنياهو هيضرب عندهم. طب هو نتنياهو لما ضرب دلوقتي كده في ايران، وايران ابتدت تضرب على اسرائيل، بقالنا اسبوع تقريبا بنتفرج على ضرب من هنا وضرب من هنا. استنتجنا او شفنا بمعنى اصح جماعه كتير من الاسرائيليين ابتدوا يهربوا على قبرص وعلى اليونان في مراكب. وطبعا الناس كلها عارفه موضوع زي ده. الشارع الاسرائيلي من جوه منهار. طيب حلو الكلام. طب في ايران مش في نفس الكلام؟ لا، في نفس الكلام ده. في ايران في موضوع تاني خالص. في ايران النظام او رؤوس النظام نفسه ماتوا. فابتدى موجود ان اذا كان المرشد وكم واحد باقيين من اللي هم رؤوس النظام هم اللي بيمشوا الدنيا. طب هي اسرائيل وامريكا عايزه ايه في القصه دي؟ اسرائيل وامريكا عايزه يخلوا النظام في ايران يرحل او يمشي، ويحصل ثوره، ويجي نظام تاني يكون نظام تابع لامريكا، زي النظام بتاع رضا بهلوي اللي كان قبل الخميني وقبل ثوره 79 بتاعه الخميني. ودي طبعا هنبقى نعمل عليها حلقه، موضوع الخميني وموضوع الثوره بتاعت 1979، لان احنا كنا مضحوك علينا برضو في كلام كتير. فلازم ايه نقوله للناس ونعرفه لكم، وده هيبقى في حلقه تانيه ان شاء الله. انما احنا النهارده بنتكلم على الضرب من اسرائيل لايران ليه هدف، وضرب ايران لاسرائيل برضو ليهم هدف. الهدف لايران اللي هو يخلي الشعب اليهودي او الشعب الاسرائيلي ينهار من جوه. ثم برضه هم ضربوا مواقع عسكريه ضخمه وكتيره للجيش الاسرائيلي. وفي نفس الوقت برضه اسرائيل ضربت مواقع عسكريه وضربت اماكن كتيره كانت مهمه بالنسبه لايران، يعني زي المفاعل النووي او حاجات شبه ذلك يعني. انما الحرب بينهم الله اعلم هتخلص على ايه. لان الحرب ديت كل طرف من الطرفين بيقول لازم انا هخلص مهمتي طالما بديت. واعتقد اسرائيل موقفها صعب، لان اسرائيل بقى لها سنه ونص بتحارب على كذا جبهه. فاعتقد الجيش الاسرائيلي مش حمل حرب طويله. وده اللي ايران عايزاه، وده اللي احنا هنشوفه الايام الجايه ان شاء الله. واللي فيه الخير يقدمه ربنا للمسلمين وللعرب. وشكرا على المتابعة، ويا ريت الاشتراك في القناة عشان نقدر ننزل فيديوهات تانية. شكرا على المتابعة.